الرجل الأعمى عزيزاتي أعزائي كنطلقوا عليه تسمية البصير، بينما البصير هو إنسان كيشوف أكثر حتى من الإنسان اللي كيشوف بعينيه بجوج ومزيان، حيت البصيرة ولو أنها مشتقة من البصر إلا أنها عندها علاقة بالخبرة والفطنة. غير هذه الميزة راه ماشي حكر غير على الإنسان الأعمى، بل حتى الإنسان اللي كيشوف بعينيه بجوج ممكن يكون خبير بصير فطن. ولكن تحياتي وكل الاحترام والتقدير لثقافتنا المغربية اللي فطنات الأمر وخصات فقط الرجل الأعمى بهذه التسمية. في مثال آخر يبين على التعاطي بإيجابية مع بعض المصطلحات في ثقافتنا المغربية. المقبرة كنسميوها الروضة، بينما الروضة هي بقعة من بقاع الجنة، ولكن اللي هو معروف القبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. لونا